الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول بعد ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة. ماذا عمل خلال اليوم أو اليومين الأولين من تطهير الكعبة وما إلى ذلك. سنتكلم حول هذا الأمر إن شاء الله. برایت عزیز، ما هفته چی گفت پیغمبر کت مکه ایجا ایرو امیرو بحث بکن پیغمبر د مکه دواتک فتح کرد چه کارو خباتی کرد. لورا تشتیک پیغمبر کرد، پیغمبر نوکا دیکتاتور آن باجاره کی کرد دست خو سری خلق جه کود از فطراف ملفراخن و از الله نه اوه قلبابت که کعبه پاکت که برای انسان در ریا خوده یا وظیفه بی پیغمبر هانه. کم تماشا کن پیغمبر وقتی که مکه فتح کرد چه کارو خباتی کرد، کارو خباتی و ساکنو کرد. اوان نیاری که نیاری وی بون پاشی هاتن گوتن قربانتن هاتن وی عفو جه خواستن پاشی در ریا دا کارو خباتی کرد. دمکی پر تشتکی مازن، تشتکی بالکش، تشتکی که انسان براستی دمات خواهی ندبه خوزی که ایرو هر رهبر و سروک و انسان آنا جی اما پچکیش بینا وی پیغمبر جو اخلاق وان باتا. اما انا بحثايب كن ان شاء الله. اول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل الصحابة مكة قام وكسر جميع الاصنام او الاحجار التي كان يعبد في الحرم حول الكعبة وفي داخل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كانوا يكسرون هذه الأحجار، وكلما يأتون إلى واحد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بهذا الشكل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعود. كان النبي والصحابة يكررون هذه الآيات الكريمة وينظفون الكعبة وما حولها من مسجد الحرام من الأصنام ومن الأحجار التي كانت تعبد، وتتساقط الأصنام أمام هذه التكبيرات الجليلة الكبيرة. هذا أول ما قام به النبي من تطهير الكعبة من الأصنام. تشتك پیغمبر عولی کرد قالوا جماعته تبع صحابيه پشتك كتن مكه كبر بكبره كعبه او كان صنم بكرديد بجن هيكل صنم پوت كرديد بجن پوتي پوت ولاتا يك بيك تفشكاندن. پیغمبر جالي كدا صحابي جالي كدا هر کس داره کی دست وان ده بليت خنه که دشکینن اوان صنم کو بصاله ملت جوان عبادت کرد ببون بلا سر هر کسه. پیغمبر هات بود گو خدا یک وانات گو او خدا نه تبجی خدا که چه دویجا او جبون خاطر وان کبرا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت کرد فقیرو انسان اخواس هاتن کشتن اوان صنم اوان هیکل یک بیک خرا کرن. و دحب آیت مشهور هبون یک خدا بجا جاء الحق وزهق الباطل. حق هات باطل خلاص بو پرچه بو حلیا. ان الباطل كان زهوقا باطل محقق اي خلاص ببونا. آيات كادنج خدب جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حقات باطل جرى سري بالنبأ يعني حقات باطل بالنبأ. پیغمبر تبع صحابيه تقريبا دبيجن نزل 350 حب 306 حب هيكل تدابون صنم بوت دنوا كعبه دا دروا كعبه دا چيكربون. پیغمبر تبع صحابيه تبكا باكرن حتى دبد نوا كعبه دا هناك لوحه چيكربون فطراف بوات قلم بريال بشكل كي چيكرن حضرت ابراهيم وحضرت اسماعيل گويا اجا ام احتراز واناك بلكي هنا كازان بچيكر و نورمال دبي يعني فقط تشتيك پیغمبر في عاجز بو بري عربيت بجن ازلام وكانت دارك مارك هبون چيكربون اشارتا دقوتن اميكاش كن كا رب مجمرات بي هرا يا رب منچن وكا قرعكي يعني تركت كن درويجي وكاشت كن وكا قرعي. پیغمبر وانا دید گو وانا کذابن گو دروات کن نه ابراهیم و نه اسماعیل تشتی واکینو ندکرن باوری هم خواده هبو ندکشان کاش مرا چه باشه یعنی شانس ما شانس نه شانس گو انا جوانات بجن شانس لایسکی درخ کاش رش سپیه هشینه چوایه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو دروات کن گو ابراهیم و اسماعیل تشتی وها نکرن ایمان هم خواده هبو وان قرعه هانه وان لوتري هنا لو وكا لوتري او جاي وقت اني تشتكي واكنو نكرنا دروات كن تفكاش كاندن يعني بوت و هيكل و صنم و كبرك نبا كعبه دا
تفكوا بيتن أبيا يك. وبعدما كسروا جميع الأصنام والأحجار الموجودة في داخل الكعبة وحولها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة ابن زيد ومع بلال الحبشي رضي الله عنه ومع عثمان ابن طلحة الذي كان يحمل مفتاح الكعبة، فدخلوا كلهم إلى داخل الكعبة. فالصحابة يقول سألنا، مكث النبي فيها قليلا، سألنا بلال ماذا قام به النبي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويهلل، وبعد ذلك صلى ركعتين داخل الكعبة. صلى النبي في الكعبة كذلك ركعتين من الصلاة، أي معناه يجوز أن تصلي داخل الكعبة وتتجه إلى أحد الجدار فأنت حر. فالنبي صلى هناك، وبعد ذلك أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة. وكان عثمان مرة من المرات قبل ما يهاجر النبي قد تطاول على النبي كثيرا، فيقول النبي عثمان ربما يأتي يوم والمفتاح سيكون بيدي وأنا سأعطي من أشاء، فيقول لا يأتي هذا اليوم، إذا أتى هذا اليوم فإذا القريش قد أصبحوا أذلاء، فالنبي يقول لا، بل يكونوا أعزاء، لا تتفكر هكذا. وحينما يأتي هذا اليوم والنبي يعطيه المفتاح فهو يخجل ويستحي من نفسه لأنه قد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك النبي يعطي الأمانة لصاحبه. ما حصل أعطى المفتاح مرة أخرى لهم وقال سيبقى فيكم لا يأخذها منكم إلا ظالم. كان هناك عادة بعض الخدمات في الكعبة، بعض العائلات يقومون بهذا مفتاح الكعبة بيد بعض الأشخاص، سقي ماء زمن بعض، إطعام الطعام في بعض، عند بعض الأشخاص قبائل أو أبواب من القريش، بني فلان بني فلان، يقومون بهذه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. پیغمبر عليه الصلاة والسلام پشت کبرا قدان شکان کت کعبه، کت ناوا کعبه. هاوی کند زانن اوی چونه حجه چونه عمره و یجو تلویزیون در کعبه واج عرضه بلندلو قاسه متره و نیف زیاده تر، یعنی سر انسان یه دست وهات کی قریش وها چکر بر نوها بو قریشه دری بلند چکر اوجی ظلم خود چکرن، یعنی قریشی او کینو پر قرابون دوگام بچی دواری بلند بکن دری امی کلیله کی بابن سره ام ایزن بدن املت بکیم ایزن ندن کس کی ناکبر هر دست من دست مدابه، یعنی من دست مدابه. وان حاصل پیغمبر دست خو ندای که نگو از بی عادت قبول ناکم جبونه کو صبرو کی نه نبجاس کعبه خراکم ده خوشکتر چکم خراکم آوا بکم قیمتا کعبه نامین اگو برام وهابه، یعنی لو ربل کی دولتك کی هات گو بسامش کبره راش چکن یکی گو کبره سپیچینگ یکی کبره ایشی چکن کعبه دی قیمتا نامینه دست خو ندای که پیغمبر کلیتش خوی اویکم کلیت پیرابو کلیتا کعبه جمع عائله کی وی قریشیا کلیتش خواست پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلال حبشی اسامه کره زید اوانه تف حرکت نوا کعبه پیغمبر تکبیر ادا الله اکبر الله اکبر لورا دبن مش بلال گو پیغمبر چت کر گو پیغمبر تکبیر ادا ان نوا کعبه دا دواری ودا او درکعت لمش کر اویاج معنوی تذکاری نوا کعبه دا لمش کی نوا هندری خدا تذکاری لمش کی بری خب دی کیجا دوار جی فرق ناکه داوی پیغمبر وان درکتن ج عثمان اگو عثمان هاشتا کلیت اجاره کدی کلیت در کعبه بدم تدای که اب عثمان هاند به پیغمبر علیه الصلاة والسلام بریا هجرته جرا گوتوت کاری کلیت بدیم از که نوا کعبه دبه زمان خود درش کردش پیغمبر را تشت خراب گوت بو پر به ادبی کرد عثمان نبو سلمان لورا بره قریشیا خدمت کعبه بلا کربو جعایله کرا گوتن کلیت کعبه براب ترابه کلیت کعبه جعایله کرا گوتبون آوا زمزم عایده تون آوه کاش کن بدن حجیه بیرا زمزم آوه درد خستن هنکا خوارن ددا ملته یعنی خوارن حیوان شارجت کرن لحجیه اوه قدات اللي بلاد کرن کلیت چی کسبو دست بی عثمان هانه عایله وان بو پیغمبر کلیت جد خوازه دبی عثمان به ادبیت که تشتی خرابش پیغمبرات بجه ولكن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جوابي نادى صبرت كلي لدبي عثمان لعلك ترى هذا المفتاح يوما بيدي دبي عثمان بركي روكي تبي كليته دسه مدا بديني ها اشتاد بجم كا كليته بدا متنادي بركي روجك اف كليت كبا دسته من ابي كليته يعني كليته كبا دسته من اضعه حيث شئت ازبخ بدم كي اددمان يعني هات بركي روهات يرو اشتاد بين كا بدا من صار نوا كعبه نادي تشتي خرابش مراد بيجي بركي روكي هات كبا دسته من
ازيجي از قرار بدم تا بدم يا زي قرار بدم. دبي عثمان قو هلكت قريش يومئذ بي وقتي دمك يا رزيل بنا مالا مخربيه. پیغمبر بيجنا بل عمرت وعزت يومئذ نانا اوجه قريش رزيل نابن بالعكس بي وقت قيمتها وان شهد بك كليت كبدست من دمك قريش ناس الريا حق بي وقت هاني لي پیغمبر جاره کادی وی کلیت هانه دا کی گوهاشتا وی کلیت هانه اگاش علامتك پیغمبر خوی وفائیه يعني او عادتك بري هبو او كلتورك هاني هبو پیغمبر خرانك اشترى براس اشترى حتى كلمه كي جراغو خالدا مخلدا گو وی کلیت حتى دائمي بورابه انجخ انسان ظالم جو بستينن يعني ام حرمتها في قانون هانه دگرن قريشك في قرار دايه ام كليت اشتناستينن حتى إن كده من عباس قلت يا رسول الله كليته جبسنا بدأ ما براب مرابا قلت يا الناس أبعدت أنا سخراناك برا الجموان عباس أبي بيغمبر بو عليه الصلاة والسلام وارحاصل بفي شكل هاني أفك معجزة هاني جهات پیدا بون أفك شخصي كو جش بيغمبر هات تشتي خراب قلت و زمان هات جاركادي هات بردر بيغمبر ساكني بيغمبر دايكي. طبعا بعد ذلك حان وقت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا رضي الله عنه قال اطلع إلى فوق الكعبة سطح الكعبة وأذن فخرج بلال على ظهر الكعبة وأذن أعلن في مكة لأول مرة كلمة التوحيد نداء الإسلام الله أكبر الله أكبر فاندهش أهل مكة أولا لأن هذه الكلمة لم يكن يعجبهم في الأمر ثانيا لم يتوقعوا أن يخرج بلال ويؤذن بلال رضي الله عنه كان حبشيا وكان عبدا عندهم ولكن الإسلام رفعه جعله مثل أبا بكر وعلي أكرمه هكذا فلم يعجبهم هذا حتى بعضهم قالوا الحمد لله والدي قد مات ولم يسمع هذا من أكابر القريش كانوا مشركين لم يدخلوا في الإسلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم كانوا يتكلمون مع بعضهم خفية فالنبي خرج عليهم وقال كنتم تتكلمون قالوا لا قال أنت قلت هكذا وأنت هكذا فحينما رأوا بأن هذا معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هم دخلوا في الإسلام قالوا لم يشهد أحد علينا ونحن نتكلم فهذا معناه قد أوحي إليك بأننا قد تكلمنا فدخلوا في الإسلام هذا كذلك معجزة حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم تشتيك تشيبو پیغمبر كعبه دركت وقتا لميجي هات گو بلال درکه و سر کعبه آزان بده دوردا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چند تایید کردی بجن چند حبچوکاب کبره کی بخینی خواره یعنی یک وقت اذان هات گره دنگ اذان هدیل مکه بلن ببه الله اکبر گره لوی وره گوتن مالا خوده حتی وی ساعت لانجی کس که نیر بو اذان بده حساب که چه دنیا که غریب مالا خوده مالا حضرت ابراهیم آوا کریه پیغمبر کدوه خوده یکن ولكن ندیشتن کدوه دا بجا خوده یکه پیغمبر گو خوده یکه وجوه در خستن این لطه کشتن دور دا وقتا کدنگ الله اکبر وره بلنکرن هاتبو وقتا بانا توحید بانگا توحید ازان هاتبو یک اواد دویا پیغمبر علیه الصلاة والسلامش بیلاره گو درکه و سر کعبه درسکیه که انسان کعبه بقیمت تره کعبه چخاصا پیروزه مبارکه ولكن قيمتها انسان جاء كعبه زيادة خدي انسان شكري ام مخلوق خدينا كعبه افا حضرت ابراهيم بكبرات شكري كفر خدي شكري لامجي عبد خدينا امش كعبه بقيمه ترن پیغمبر خاص بجا انسانش كعبه بقيمه تر هر سر كعبه اعظم ده اوا سيا بلال حبشي فقير ورشبوش حبشي بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواست عقل قریشیه بگوهرینه بجا حتی نودگو اموانه نا کی دریا خوده دا به او بلنده کی دریا خوده دا به او بقیمته او بلالک وجرات گو رش حتی وقتی که بلال آزام دا میانه ویجی بیجن سه حب کافر مکه یک جمع بیا مسلمان ابو سفیان و ده حبیدنه ها گو وی قجقا رش و قجق زانه چنه طیره کی رشه گو وی قجقا رش درکتی آزان ده باشه که باب من الحیات ابدن گیانه نچه گوی باب من اوان هر دی اوصاد بین ابو سفیان خبر نادد به والله چه خبر محمد دنگ هریک ازانم ابرم خبر ده يعني ابو سفیان خبر نادد به دنگ هر محمد ازانم زانك وحي جرى هر ابو سفیان بیا مسلمان روکی خدیه بلکی ولكن وان دنه هیچ نبونه مسلمان خبر دان ابو سفیان خبر ندا گو والله
گو اگر اف کبرجی اج محمد را بیش آن محمد ورش کبر را بیش کی خبر ده کبرج را بیشن یعنی از نمیرم خبردم وان حاصل وانا گوتم باشک باوی ممر وی روزا خراب ندید روزا وی انسان درکتو آزان داو وی تشتیانه کرد گو باشک و باوی من نل حیات وی آزان دنگی وی تشتیانه نچیکی پشت یک وها چه بو پیغمبر درکت هر سیادید اوانش که لکا کعبه رو نشتین ها دو گوشکی دا پیغمبر گو چه خبر دادن گو نام چکی خبر نادن گو تشتی خبر دا بیشن نه منه دا گو وها گو تشتی خبر دا پیغمبر جوان را گو تا وها گو جامعه را گو والله کس که الجماعت نبیه ام آنا قبول کن گو تا پیغمبر خوده کس نبو ام چخوا هر ترونشتین ام اشخوا وان خبردان گو کس که نبو دنگ دکو دا هاتته خوده خبرش تراشاندیه نشهدو بأنك رسول الله گو امی دی شاهدن که تو پیغمبر خدای ور حاصل او هر دیدن اجبون مسلمان ابو سفیان ده ها ایمان او زیده بو لور ابو سفیان گو والله نیورم تشتک جی بیشم آوان کبرا جید کار خبردن یعنی از تشتک نابیشم چه بیشم محمد زانه یعنی از نابیشم وانا جی زان نکرن پیغمبر جوارا گو جامعه را قبول کرن گو والله پیغمبر خدای اف تشتکی نورمال نبو ابیاجی تشتکی دنیا که رب عالم عز و جل وی تشتهانه پیش پیغمبر کرد بو وسیله که دحب انسان دنجی ببن مسلمان ابياجيد آلي كده. طبعا ما حصل أهل مكة أتوا إلى النبي أولا الرجال بايعوا النبي على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد وعلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وبعد ذلك أتت النساء إلى النبي يبايعن النبي عليه الصلاة والسلام. وما حصل النبي حينما جمع الرجال قال ماذا ترون أني فاعل بكم؟ خلاص أنتم عملتم أمورا كثيرا في حقي، آذيتموني، ظلمتموني كثيرا، ولكن ماذا تتوقعون؟ قالوا خيرا نتوقع منك الخير، أخ كريم وابن أخ كريم، أي أنت لست رجلا حقودا ظالما تنتقم من الذين أساءوا إليك، لست هكذا، ما ننتظره هو الخير والبركة. فالنبي قال اذهبوا فأنتم طلقاء، كما قال سيدنا يوسف لا تثريب عليكم يغفر الله لكم. بالعفو استطاع النبي أن يكسب قلوب جميع من أساء إليه. هذا أولا. پشتی که آزان جدا پیغمبر ملت مکی هاتن جن پیغمبر بیعت کن، بیعت ایمانتین به مسلمان یک بیک تینه قافله بقافله هاتن ظلام کر داویه می آنا جناجی بیجن. پیغمبر داویه ظلام کوم کرد حوشا جامیه دا گو از چه بیلم سره و از چه بکم جوه یعنی و تزانه از چه بکم و ابقا ظلم المکر. حتی وقتی پیغمبر گووند بیجن چی از چه بیلم سره و پیغمبر دور دا درسه که خواست بده و بین عقل خو و 13 ساله ظلمه لمکه. پاش فتح مکه سال 80 8 سالی پشت هجرت 21 سال 21 سال و چه آنی سریم و چه نانی سریم. حقارت الپیغمبر کرد، برچی هیشتن، اقربایی کشتن، کچکا که پیغمبرش دست وان ظلم هات لیکنه کچکای داوی صبی مر او وان حاصل آموی ظلم و مال و ملک و تشتک نیشتن. پیغمبر گو از چه بینم سره و جا بینم بیره خواه 21 سال ظلمه المکریه. فقط ملت مکی با عقل بو دزان بو الهمبر وان کیه؟ زان بو الهمبر وان حضرت محمد علیه الصلاة والسلام پیغمبر رحمته او پیغمبر ظالم ننه، پیغمبر رحمته خدای شاندیه. یک کلمه کی گوتن والله تشتی بخیر تبکی، یعنی ام تخمین ناکن که ظلمه المبکی، ام تخمین ناکن تحقارت بکی، ام خرابون تنه خرابی، ما ظلمه کرد ظلمه ناکی، ما بی ادبی کرد بی ادبی ناکی. یعنی وی کلمه گوتن والله انسان کی مردی مرد و مرد زانه چه نبکردی مرد جمیره هاتیه تمیری تظلامی یعنی. وقتی وی کلمه گوتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام و کیفای هاتو گو هر نوع تبع فکر هر و تب سربستن و تب سربستن یعنی. حتی جرا گوتن تبراکی میری تلای براکی میری لا برانه برارزی بکردیم برازاکی مرد لو راه کی جوان عمره وانش پیغمبر پر ماستر بو یعنی تبراکی میری او تبرارزی کی میری والله تشکیدی امشتنا ایوی ناکن في شكله اوان ظلامات فچون قلب وان دك بفرش كيفا وقاش كيف تكن ما اوقا خرابي كره في انسان ما عفو كر پیغمبر هو هر نهر خدای و تبع عفو بك حضرت يوسف هرغو قد كيماني كيتنا سر تشكي دلم داتنا يعني تشتكتنا تفكر تشيك هاتن
أبيك ظلم البيغمبر كرن بيغمبر تبع فكر حتى وحشيك وحضرتي حمزة شهيد كر بيغمبر ويجي عفو كر حتى جرى وتبيجا مرة بيتا تشوا بهم كشت دبيجا بيغمبر دليل شوته دقريق تا حمزة كشتيه بيغمبر دبيجا تتقاربي قالك البرشعبه من تشيني باش تبي وكيدي تشكي نابله قالك جال البرشعبه من تشيني باش تبي يعني بدرا دلم برنامج بحزون نبم وكيدي تشتكي دني بيغمبر جرى نابج عليه الصلاه والسلام ابي جالي ميراد ما انا اجى بحث اي جنابكن. طبعا النساء كذلك اتينا الى النبي يبايعن النبي يعني ليس باليد ولكن يكررن خلف النبي التوحيد الايمان بالله عز وجل، والنبي يقول لا تفعلنا هكذا يقول ولا تسرقنا. فهند زوجة أبو سفيان وهي قد غطت وجهها حتى لا يعرفها النبي لأنها كانت سببا لاستشهاد حمزة رضي الله عنها، فهي تقول يا رسول الله أبو سفيان رجل بخيل لا ينفق علينا، فهل هناك إثم أسرق منه شوية على الأولاد؟ فالنبي يقول لا بأس على قدر الحاجة. هند النبي يقول يعني أنت هند، فهي تقول العفو عفى الله عنك يا رسول الله اعفوني، فالنبي يقول قد عفوت عنك، فيعفيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحين بعدما يقول ولا يزنين فهي كذلك تقول أو تزني الحرة يا رسول الله، يعني هل يعقل امرأة حرة شريفة تزني؟ كان هناك شيء غريب وعجيب، امرأة حر شريفة تزني. فهي تكرر دائما خلف النبي ولا يقتلنا، فيقول لا تقتلوا الناس، فهي تقول يا نبي الله نحن نربيهم وأنت تقتلهم، يعني لأن النبي قتل ابنها اسمه حنظلة في معركة بدر. ولكن هي تضحك والنبي بعد ذلك يقول يعني خلاص عفى الله عما سلف، ابنك كان كافر وكان يحارب الله ورسوله، فهي بعد ذلك تضحك يقول نحن نأتي بهم إلى الدنيا ونكبرهم وأنت تقتلهم يا رسول الله. حصل ما حصل، فيحصل في النتيجة الفرح والسرور، يدخل السرور على قلوب الجميع. پاشی جنتینه دنوا جنادا کی هیزانن جنا ابو سفیان هند اوا کپرا دا وحشی گوهر حمزه بکشه او هندا کذبا زکی حمزه قلاش گوی ویجه کرد وان حاصل کذبا کرده بخو فقط هنده سرچعب خو گرتی اجمان پیغمبر ناس نکه جن هاتن کلمه شهادت یعنی پیغمبر گو خدا یک تشت اسلام جوان دبه دوی ناوه دا پیغمبر دبیجه دزیه نکن گلو جنا دزیه نکن هند دبی یا رسول خدا پیغمبر نزانه کنده ابو سفیان دبی ظلامه کی تما دست کرتیه یعنی پره ناده و جانا پره مرجه دزم جبونه مصرف مالی بکن جبونه زاروک ماروکا حلال حرامه پیغمبر دبی گوری احتیاجی خوشه بد زرارتنه پیغمبر فهمد که که هنده دبی هند تهندی دبي هند از هندم نعم فاعفو عما سلف عفى الله عنك چه گوتناك غريب دبيجه هند دبي يا رسول خدا كيماني من ما يبري عفو بك برا خداش تعفو بك يعني او بصوكي خوار فديت ك دليوش كاندي تي بيدا يكتب بأدبي كريا يعني ظلمي كريا فاعفو عفو بك عفى الله عما سلف تشتي بري خداش عفو بك تجي عفو بك عفى الله عنك خداش تعفو بك پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبی تعفو کش مش تعفو طبعا چو دفتر هات گرتن هندا که او خاصه ترسیا پیغمبر تشکی بین سری پیغمبر جرا گم تعفو کر ایجا کیفای ها تک بفریانه داوی پیغمبر دبی زنایج نکن او شخات بیا رسول خدا جنک بناموس چوا زنایت که یعنی بری جنب ناموس زنای نت کنه ای بشرف پیغمبر دبی زاروکا نگجن ها زاروکا نگجن دیوی یا رسول خدا والله زاروکا تینن دنیای مازند کتجی واندوکجی یعنی حرب بدره ده حبک زاروکی ویجات بکشتن کره حرب بدره ده بیا ام تینن دنیای مازند کند که ظلام تجی واندوکجی یعنی بر حاصله پیغمبر کنه ایج علیه الصلاة والسلام هنجید کنه یعنی وقت بیجا دفتر می دفتر هنه گرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام کیف خاشیک یعنی توا عفوت که دلی فرد که او دبی خدا و توا عفو که دلی ولی اسلام سپی به تحب إنسان الدنيا هنا مداوي بحثا وان جوارابكن إن شاء الله. مثلا عكرمة كره أبو جهل عكرمة رافيا جنايوهات صوزلا بيخمبر ومسلمان وقويا رسول خدا والله عكرمة رافيا هتشيه أتخازم توي عفو بكي بيخمبر عليه الصلاة والسلام دميني عفو كر دبي زهر مبينم
والله فقيرة عكرمة أفيز جنكي دشة دريدا حتى وكتشل فيها ظلام يخو غير حاصل كلام مسألة حفتاتي بين زمان ما عندك ما أوجد تشتكي وبالكيشة دريجة جنكي كنت خوازا ظلامي ورب كيف إيماني شخدای خود ترسد خوازه میری خوشی خلاص بکه و پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه معامله وان انسان هانی را کرد. مثلا عکرمه که بابی ابو جهل بو پیغمبر چه اخلاقی پیرا خبر ده هفتاتی ان شاء الله میبینن زمان حتی هفتاتی اول مکه دا بسک نمان داره دا بسن نسجی کی نه مجاره کدی بردوام کن ان شاء الله. الى ان نلتقي في الجمعه القادمه ابقوا في حفظ الله ورعايته ان شاء الله. في الجمعه القادم نتكلم حول ما قام به النبي في مكه واسلام بعض كبار أهل المكة حينما دخلوا في الإسلام سنتكلم عنهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برايت